كان عايز يكسر نفسه، كان عايز يذله. تعالوا نشوف اخونا المصري عمل ايه وقال ايه لما لقى الاسد حضنه وصاحب الشغل بيصوره. ارقد على بطنك. سعيدة يا بابا. ارقد على بطنك. سعيدة يا بابا. ها؟ سعيدة. صعايدة. سعيدة. هاي نوز تفك روحك صعيدي. نوز سعيدة. تفك روحك بسرعة. بس خلاص. ها؟ سعيدة. اخونا المصري قال انا صعيدي. يعني ايه صعيدي؟ يعني قوة التحمل والرجولة وعدم الانكسار، يعني من ارض مصر. يعني مش هيجي واحد زيك خايب تافه يكسر كرامتي ويذلني ويخليني اعيط قدام الكاميرات. الراجل ده ضرب اروع الامثله في التحمل وفي الرجوله. شايفين ملامح وشه يا جماعه؟ شايفين صبره على الهزار البايخ؟ وانا بعتبرها يعني امتهان لكرامه الانسان انك تدخل وحش مفترس على انسان بغرض اللهو والتسليه. يبقى انت انسان ناقص وعندك مرض نفسي ومحتاج تتعالج. الرساله اللي عايز اوصلها من الفيديو: اوعى ابدا تيجي على اهل مصر رغم طيبتهم وجدعنتهم وغلبهم، الا انهم عند كرامتهم اشرس خلق الله، ومش هيسمحوا لك ابدا انك تضحك عليهم.